أزول فلان هنا كان أزول فلان. أولا تعازي لعائلة الأخ بائع السمك اللي تعرض لإهانة وتعرض للتهديب والتكرفيس وحتى للموت، حتى اغتياله على واحد الطريقة وحشية اللي تل أفلام هوليوود ما يفكروش بالسينما ديالهم، ما يفكروش يشوهوا الإنسان ويشوهوا الجسم ديال الإنسان بهذاك النوع ديال الموت، ما نظنش. لكن هذا الكوميسار اللي كيتسمى كيتلاقب بالكوميسار ما هو الا كومي، عصرتوه في الكميه ديال الزبل. شفتوا الامازيغ اللي كيموتوا بالجوع المجاعه الجلد على اللحظه اللي سرقتوا للشعب. الشعب ديالي اليوم كيموت بالمجاعات، الشعب الامازيغي كتقتلوه اليوم كطحنوه مع الزبل. الشعب الامازيغي كتهزوه بالكاميوات ديال الزبل فاش كيموت، لانه نتوما ما قدروش تعطيهم تسهلوا لهم التسهيل باش غير يمشيو للمدرسه والقناطر ولا الطرقان. الشعب ديالي الامازيغي اليوم اللي هو تحت الاحتلال العربي الدعجي ديال العبيد، استعماركم ديال الخيانه، استعماركم ديال الجهل، استعمار هذا تسلط علينا. لهذا انا كنقول الريافه والامازيغ كلكم من ارضنا المحتله طلعوا للريف كلكم، والسلاح ديال باش نحاميو على نفسنا، وهذا من حقنا باش نحاميو على نفسنا كشعب تحت الاستعمار العربي، استعمار العبيد، استعمار خيانة فرنسا اللي كيسرقوا بلادنا باش يوكلوا فرنسا ويوكلوا العالم كله، ولادنا حنا كيموتوا بالجوع وعدم الصحة، عدم التعليم، عدم الشوماج، عدم الحقوق. شنو هاد البسالات هذه؟ فين غاديين لين امكم؟ راكم شفتوا 90 مواطن ماتوا في البحر، وتونسي واقف تما باخره قدام